بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم حبايبي، صباح الخير. زي ما انتم شايفين أنا راكبة عربية، ودلوقتي قدامنا برج الجزيرة الجميل بتاعنا بتاع مصر، حبيبتنا الغالية. وأجمل مناظر على الصبح بعد الفجر والشروق. احنا في فترة الشروق. متجهين إلى موقف السوبر جيت عشان مرسى مطروح. رايحين مرسى مطروح نقضي كام يوم كده قبل الدراسة علشان نجدد طاقتنا. وطبعا منسيتش ان انا لازم حبايبي اصور لكم كل حاجة. وانا اسفة الفيديو ده متأخر، والفيديو اللي هينزل بعديه برضو متأخر، علشان انا ملقتش فرصة النت وانا هناك ان انا اعمل المونتاج وانزل الفيديوهات في نفس التوقيت تقريبا. فده بعد الرحلة، احنا رجعنا بالسلامة الحمد لله. بس انا عايزة افرجكم على كل الحاجات الحلوة اللي قابلتنا في مرسى مطروح. دلوقتي احنا لسه في القاهرة، في اتجاه الموقف بتاع السوبر جيت علشان نشوف الباص بتاعنا. احنا هنركب الباص بتاعنا 6:15 ان شاء الله. شوفوا مصر قد ايه جميلة، شايفين عماراتنا القديمة، مفيش اجمل من كده بلد في الدنيا. شايفين قد ايه بلدنا حلوة، سبحان الله. نفسي كل الناس كل العالم يجي يشوفوا مصر بلدنا وجمالها. احساس جميل قوي قوي لما اكون في البلد مفيش زحمة الصبح بدري. بصوا الشوارع تقريبا شبه فاضية، يعني مفيش زحمة خالص. الجو كمان تحفة تحفة. وقت بعد الفجر الشروق ده بيبقى الجو فيه فوق الرائع. دلوقتي احنا هنتجه للأتوبيس بتاع السوبر جيت، هنركبه. وبعد كده ايه، وانا في الطريق هصور لكم برضو من شباك الأتوبيس الطريق كله بإذن الله. يعني هاخد أجزاء منه بسيطة كده هصورها لكم. اتمنى تستمتعوا معايا بالرحلة دي. وكمان هصور لكم الشاليه، وهتشوفوا الفيو كامل. ادي الاتوبيس بتاع السوبر جيت اللي احنا هنركبه. وصلنا خلاص، طلعنا الاتوبيس وابتدى سواق الاتوبيس يشغل اذكار السفر. طبعا انا خدت كرسي مخصوص جنبي لبنتي حنين صغيرة، تقريبا كلكم عارفينها، اللي كنت عاملة فيديو عن عيد ميلادها عن القناة. اهي حنين جنبي اهي، وجايبة ارنوبة بتاعتها معاها تحتفل معاها بالسفر بتاعها، وبتاخدها معاها في كل مكان لان بتحبها قوي. الاتوبيس طبعا طلع وعد. طبعا انا ما صورتش من الاول، صورت لما دخل في الطريق الصحراوي. يعني ينفع نسيب المساحة دي كلها فاضية ولا نعمل مشاريع؟ لازم نعمل مشاريع طبعا، نعمر بلدنا. احنا زانقين نفسنا في وسط زحمة يا جماعة. يعني بلدنا كبيرة وجميلة، ليه ما نطلعش للصحراء دي نخضرها ونعمرها، نبني فيها، نعمل فيها مشاريع. احنا عملنا مشاريع وحاجات جميلة كتير منكرش، بس لسه عندنا المزيد. عندنا المزيد من الاماكن اللي عايزة تتعمر. قد ايه بلدنا حلوة يا جماعة. بصوا بقى الاماكن المزروعة، شوفوا بقى لما تخرج من الصحراء على الاماكن اللي فيها الخضار ده، يعني بتفرق صراحة، بتفرق قوي. في منتهى الجمال بلدنا. ربنا يحفظ مصر وتكون كده احسن بلد في العالم. ودلوقتي خلاص وصلنا. بس انا عامله لكم الجوله سريعه عشان ما اطولش عليكم. ده الشاليه مش هصوره لكم كامل دلوقتي، لكن انا بس هدخل الفرندا واوريكم الفيو. والفيديو الجاي هجيب لكم فيه التفاصيل عن الشاليه وعن الشواطئ اللي زرناها. هنروح شاطئ عجيبة وشاطئ الغرام وشاطئ الأبيض وشارع اسكندرية. كل ده انتظروه مني في الفيديو القادم ان شاء الله. الفيديو لو عجبكم حبايبي ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا الفيو من هنا سبحان الله. المنظر الطبيعي يعني رائع رائع رائع. سبحان الله العلي القدير على كل شيء. شوفوا بلدنا قد ايه جميلة يا جماعة. دي الفرندا اهي من جوه.
ده جزء منها. الجزء التاني انتوا شفتوه انا لسه بفتح. كبيرة. الشاطئ هنا تحفة تحفة ومنتهى الجمال. المنظر رائع جدا يا جماعة، مش قادرة اوصف لكم. ده بيسين، البيسين دوت مش مفتوح، البيسين ده مفيهوش مية علشان هو لسه تحت الانشاء، لكن في هنا بيسينات كتير قوي. يعني هنا في دي اسمها قرية الأندلسية، او قرية الأندلسية دي فيها مجموعة من حمامات السباحة، وفيها نادي رياضي بتدخلوه مجانا. يعني انت بره اي شهادة تدفع قد كده، لكن هنا. اصدقائي الاعزاء، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.